ازاي تخلي الشخص النرجسي يجي يصالحك ويعترف ان هو غلطان من غير ما يحس. هعلمك لعبة نفسية تعملها مع الشخص ده لما يغلط، ازاي تخليه هو اللي يفتح معاك الموضوع بعد ما كان متجاهلك وعامل معاك الصمت العقابي. اول خطوة في الخطة ان هو لما يعمل غلطة ما تقعدش ساعتين تقنعه ان هو غلطان، لان ده هيخليه يقلب عليك الترابيزة ويعرفك ان انت اللي غلطان، فما تدخلش معاه في اي مناقشه. يعني مثلا انت بتحاسبه ان هو كسر كوبايه، فبتقول له هو انت ليه كسرت الكوبايه بتاعتي؟ هيقلب عليك الترابيزه ويقول لك ما انت اللي حطيتها على الطرف، على فكره انت السبب، وبعدين براحتي، يعني هو انت هتحاسبني ولا ايه؟ ساعتها حط كل ده على جنب وقول له انت ليه كسرت الكوبايه بتاعتي؟ يا ابني هو انت مش سامعني؟ بقولك عشان انا براحتي اعمل اللي انا عايزه. ابقى خلي بالك، اول حاجه لان دي كوبايه كنت بحبها، وبعدين لازم ان انت تشيلها بعد ما كسرتها عشان محدش يتعور فيها. اللي انت عملته ده تسبب في كذا كذا كذا، وقول له كل اللي انت عايزه وما تدخلش معاه في اي تفاصيل ولا اي مناقشه. هنا هو هيستفز جدا انك بتكمل كلام عادي ولا كانه بيتكلم ولا كانه موجود، واعتبرت ان هو غلطان مع انه هيتجنن عشان يثبت لك ان هو مش غلطان. دي اول خطوه. الخطوة التانية ما تتكلمش معاه في الموضوع خالص ولا كأنه حصل. خلاص انت عملت كل اللي انت عايزه، هو بقى اللي مستفز منك فهيحاول يدور على حاجة يعملها. هيقول لا لا لا، ايه ده ما ينفعش يفضل عايش الدور كده، انا لازم اقلب عليه الترابيزة عشان هو اللي يجي يصالحني. فهيحاول هنا يبين لك ان هو مقموص ومتضايق منك، وممكن يعمل حوار ويعمل بعدها معاك الصمت العقابي عشان تروح تصالحه. هنا بقى لما يبين لك ان هو مقموص، اعمل نفسك مش واخد بالك ان هو مقموص وتعامل معاه عادي جدا بضحك وهزار كأنك مفيش حاجة في قلبك اتجاهه. جرب تعمل كده، هيموت من الغيظ، عامل زي الطفل الصغير اللي بيتنطط عشان يوضح لك ان هو بيعيط وانت مش واخد بالك. لما يلاقيك بتتعامل عادي هيحاول يلفت نظرك ان هو زعلان ومقموص. تجاهل اي حاجه هو يعملها تبين لك ان هو زعلان. يعني مثلا وانتوا قاعدين، مثلا لو انت بتاكل حاجه اعزم عليه بالحاجه دي، هيقول لك لا 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 لا، مش عايز مش عايز، عشان يبين لك ان هو زعلان منك. قول له ايه ده مش عايز، انت شبعان، ماشي اوكي، وكمل ضحك وهزار عادي وانك عايش حياتك عادي جدا. ساعتها هيقول لك هو انت مش واخد بالك، انا مش بكلمك على فكره. قول له ايه ده مش بتكلمني ليه، ايه ده ازاي؟ ساعتها هيبدأ يعاتب.